أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب بوكس تو بوكس هشام البغدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا خبر محزن جدا 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 حكاية تأجيل المباراة ديت. صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وادعي لإخواتك ربنا ينصرهم ويسدد رميهم ويمدهم بمدد من عندي، اللهم امين يا رب العالمين. ده الخبر ده يا جماعه حال كل الزملكاويه، بيتمنوا الغاء المباراه، تاجيل المباراه الى اجل غير مسمى. انا جبت لكم واحد منهم بيتمنى ان البلد تخش في حرب. ساعه الحرب ده هيبقى تحت السرير، عيل عبيط يعني كلهم نفسهم يا رب ما يحصلش حاجه تزعلنا، لان المباريات دي لما نبقى احنا متاكدين منها قوي قوي بتبقى الصدمه صعبه. يعني احنا مش عايزين نتفائل تفاؤل شديد، لكن نتمنى تمنيات كبيره. طيب الزملكاويه عايزين يعني اي حاجه تحصل بس المباراه ما تتاجل يعني. لكن طبعا خلاص بقى امر واقع. يعني ايه جالك الموت يا تارك الصلاه. في حاجات كده عايز اتكلم فيها. يعني مدرب الاحمال بتاعنا ده في حاجه غلط، في حاجه غلط. احنا بنطلع من اصابه نخش اصابه. يعني امبارح طاهر لسه خافف من الاصابه الاماميه في الوتر، يعني اصابه رزله، اصابه قطع في الوتر بتاع العضله الاماميه، وكانت اصابه رزله شهرين واسبوع. يا دوبك طبعا نزل، يعني اتحايل عليهم بكل الطرق ان هو يعني يلعب يتمرن 3 ايام. امبارح شد في الخلفيه، قبلها فلان، قبلها علان، لسه قفشه. يعني الاصابات العضليه عندنا كتير، وده اللي مزعل كولر. طبعا طاهر طلع، وطلع برضو علي معلول مش في مستواه، عشان ما حدش يظلم كولر. علي معلول لو حتى كان عدى نص مستواه كان هيبقى على الدكه، لكن علي معلول نفسه مقتنع ان هو ما رجعش لمستواه، عشان برضه ما نظلمش الراجل. علي معلول طبعا مش موجود في الدكه. ياسر ابراهيم صعب لسه. يحيى عطية الله لسه برضه. الاصابات اللي هي التقيله كلها بره، لكن قوه الضربه كلها مع الاهلي بمشيئه الرحمن. طيب في شويه افتكاسات كده. محمد صلاح اللي هو لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة الزمالك، اللي هو كل حلقة في أي استوديو تحليلي بص الظلم ظلمنا ولا يعني دي مش ضربة جزاء، طب احنا هنا مش عارف ايه، طب احنا كل حلقة يقعد يعيط. طالع بيقول لك أنا بطل القارة، أنا بطل السوبر يابا، انا بطل السوق. اوعوا يا زملكاويه اي حد اهلاوي يضحك عليكم ويقول لكم ان كنتوا مش ابطال القاره. يا رب ارحمنا من العقليات التعبانه دي يا رب. احنا تعبنا والله العظيم نفسيا. ربنا يبارك لكم في جمهوركم يا ابني. والله العظيم ما هتلاقوا جمهور زي الزمالك ده ابدا 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 بيصدق الكلام الهبل ده. يعني انا مش فاهم، هتستنوا طول عمركم حكايه السوبر دي لحد ما تيجي بطوله تانيه بقى. يعني انتوا هتقعدوا تحتفلوا بالسوبر دي اللي هي الكونفدراليه، وبيقول لهم ايه؟ ان اوعى حد يقول لي ان الكونفدراليه فيها فرقه ضعيفه. والله العظيم كمان مره انا نسيت اسم النادي اللي انتوا بتقولوا عليه. النادي اللي هو السابع في الدوري الجنوب الافريقي، بينه وبين الاول يعني فرق سكور الضعف. يقول لك اوعى تقولوا. ما بصوا، الدوري لو هم خدوه اقوى من الكونفدراليه، لو هم خدوها تبقى اقوى من انت خدت كاس العالم للانديه، خدت كاس لا ايه يعني؟ دول 7 فرق. ربنا يرحمنا. انتوا تعبانين وجمهوركم اللي بيصدقكم اكتر منكم تعب. والله العقليه واحده. والله العظيم لو جبت حد من الجمهور مسك النادي هيعمل نفس الشغل.
ولا هيفكر بفنتو ثانيه زياده عنكم، كلكم شبه بعض. اللي هو ايه؟ المظلوميه المظلوميه. امبارح بقى في فضيحه. طبعا سيد عبد الحفيظ انتوا عارفين ما يتعداش ده، غير بقى تركي الشيخ. احنا هنتكلم على تركي الشيخ وهنسمعكم يعني. امبارح احمد سليمان في وسط القعده كده، في وسط القعده قال لك كلمه كده زعلتنا يعني هي ما عدتش على سيد. قال لك ايه؟ انا والله ناس بيحلف بالله والله ناس في الاهلي في القايمه الاساسيه طالبين انهم يقعدوا معايا. تعالوا اسمعك والله. هو ومهيب بس السيد عبد الحفيظ ما بيسكتش يعني. طب على ايه؟ انا عايز افهم. ده انت نفسك مش ضامن انك انت تقعد. انت يعني اللاعب اللي هيجي مش ضامن هيقعد مع مين، لانك انت اساسا ممكن تمشي. يعني اني لاعب ده اللي يروح نادي زي ده؟ تعالوا اسمعكم. في محمد السيد. لا في هدف للنادي الاهلي عند نادي الزمالك. دي اخبار مالهاش علاقه. انا عايز اقول لك حاجه كابتن سيد، كابتن خالد، كابتن حسام عبد المجيد، هو هدف للنادي الاهلي. عمل ازاي؟ ده رايك انت يا ابو ايه؟ ده رايك انت؟ مش عارف، دي معلومه. ومين اللي ما كانش عندنا اهتمامات؟ دلوقتي مين اللي اتكلم؟ مهيب السماوي. مهيب هو اللي حدفها. قال لك حسام عبد المجيد. سيد عبد الحفيظ رد قال ايه؟ قال لك في كلام. قال لك احنا بنتكلم معاه؟ لا، قال لك ده رايك انت يا عم مهيب، رايك انت، انا ما عنديش معلومه عن الموضوع ده. حلو. التاني بقى اتحمق. يعني ازاي يعني؟ ومين قال لك ان احنا ما عندناش اهتمامات؟ يعني ايه؟ عارفين زي احنا خدنا ارض في 6 اكتوبر راحوا خدوا زي احنا هنعمل استاد، احنا هنستاد. انا استحميت انا عيسوي، عارفين عيسوي؟ انا زيه خلاص كده. مش عارف، دي معلومه. ومين اللي ما كانش عندنا اهتمامات؟ في مواعيد كنسلتها مع ناس مهمه جدا ما هو كابتن، ما هو ده كلام ما بيحصلش. ناس منافسين. يمكن المواعيد دي مع مشلك، صح؟ مش هم نطروك عشان مشلك؟ مش نطروك من النادي ومن اداره الكره بسبب صفقه مشلك؟ الراجل ده اسال سؤال. يعني انا عندنا ماتش بكره صح، وقالوا زي ما كنت قاعد راجل محقق تقعد بقى حسام عبد ملهاش علاقه. طب انا في اسماء في النادي الاهلي اقسم بالله نازل في التشكيل عايزه تقعد معايا. كنت قاعد راجل محقق تقعد بقى حسام عبد ملهاش علاقه. طب انا في اسماء في النادي الاهلي اقسم بالله نازل في التشكيل عايزه تقعد معايا. التشكيل بتاع النادي الاهلي بكره انت هتعملها جنبي ليه؟ اقسم بالله في ناس في تشكيل النادي الاهلي بكره عايز تقعد معايا. اقسم بالله نازل في التشكيل عايزه تقعد معايا. التشكيل بتاع النادي الاهلي بكره انت هتعملها جنبي ليه؟ اقسم بالله في ناس في تشكيل النادي الاهلي بكره عايز تقعد معايا. انت قاعد فين يا كابتن؟ سيد عبد الحفيظ بيقول له انت قاعد فين يا كابتن احمد؟ انت والله العظيم عقليات. طب انت حد في الجمهور يصدق الكلام ده يا جماعه؟ يعني ليه؟ مش هنعيد كلام سيد طبعا، لان قال لك ايه؟ اي لاعب هيبقى عايز استقرار مالي، وحتى لو انتم عندكم استقرار مالي اللي موجود اللي بتاخدوه من الاعانات والتبرعات وبتاع، بتاخدوه من هنا ومن هنا، موجود في بيراميدز وموجود في الاهلي وهنقول موجود في الزمالك، مع ان الزمالك شحات. فين بقى الاستقرار الاداري اللي انا لما اجي اطلب هروح؟ فين البطولات؟ يعني انا ابقى، انت بتتكلم على ناس في القايمه شغاله وبتلعب في القايمه وبيقول لك طالبه، اقسم بالله طالبه تقعد معاك. طالبه تقعد معاك يا راجل بأمارة ايه؟ لما تتكلم كلام اتكلم كلام معقول، ما تتكلموش كلام في الهوا. ما هو ده اللي مخلي تركي الشيخ قال لك الاشكال الزملكاويه ما تجيش، ما فيش حياديه في كاس العالم. قال لهم كده تركي الشيخ، قال لك اعظم ناديين من حيث البطولات والشعبيه. شوف بقى تركي الشيخ قال لك الاهلي والهلال، ما قالش الهلال والاهلي، قال لك الاهلي والهلال. اتسأل على المباريات لو الاهلي كمل، قال لك لو وصل للنهائي هزعها. وما عنديش حياديه في الاستوديو، انا مش هجيب ناس زي طارق السيد ولا زي ميدو ولا زي الخضري مثلا، ما هو دول عشمانين بقى يروحوا امريكا وبتاع. قال لك لا، انا مش هجيب ناس تحرق دم الجمهور، انا مش هجيب ناس تحرق دم الجمهور، ولا معلق ولا محلل. هتعمل برنامج القهوه بتاعتك هناك وبتاع، واذا كمل الاهلي للنهائي
هناخد مباراة الاهلي للنهائي. ايه رأيكم في اللي بيعمله تركي الشيخ؟ يعني انا شايف ان هو بعيد عن الادارة بيعمل كل شيء، اهم حاجة ان هو ما يتدخلش في ادارة النادي، بدل هو بيعمل هدايا. انا حاسس ان هو اهلاوي فعلا، يعني اهلاوي. انا شايف ان اللي هو بيقدمه للاهلي ما بيقدموش كتير قوي من الاهلاويه ورجال اعمال اهلاويه ومعاهم الراجل يعني خدوا عيني من اجل الاهلي. انفعالاته في الملعب مع مباريات الاهلي ما فيهاش تمثيل. ممكن يكون حصل سوء تفاهم او هو كان حاطط في دماغه انه بتبرعاته دي ممكن يتدخل ويجيب لاعب ويطلع لاعب وبتاع، ما درسش الخلفيه بتاعت رجال الاعمال السعوديين والاماراتيين اللي كانوا بيجوا يتبرعوا للنادي الاهلي، يدفعوا بس، وكانوا رؤساء شرف، لكن ما حدش فيهم كان بيتدخل. ممكن يكون سوء التفاهم ده حصل، لكن انا شايف ان هو بيأدي اللي عليه بصراحه. تعالوا بقى نشوف عمرو اديب يا جماعه، وهو بيعيط يعني بيقول لك انا عندي دعامات، يعني ما حدش يجي يزعلني. تعالوا نتفرج. كل اصدقائي الاهلاويه، اي حد عايز يبعت لي بكره يبعت لي تهنئه، جابها في الايه والاهلي اصله ايه، مش عايز الحاجات. لو عندك تهنئه اهلا وسهلا، الزمالك كسب وفي تهنئه ابعت لي على الواتس وانا هكون سعيد جدا. لو ما فيش خلاص، يعني انا بتقبل العزاء عادي. فبقول لكل اصدقائي الاهلاويه اللي ما وراهمش حاجه، يعني هم ما بينبسطوش انه الاهلي كسب. لا، في دي مش عندنا حكايه ان احنا ما بننبسطش ان الاهلي كسب، بننبسط ان الزمالك اتذل. لا، الكلام ده مش موجود عندنا. احنا اهم حاجه عندنا ان الاهلي ما بيبصش وراه. الاهلي يا عمرو ما بيبصش وراه. وبعدين انت مين انت عشان يعني يهمنا ان اهم حاجه عمرو يعني يزعل، ومش مشكله بقى النادي بتاعنا يخسر ولا لا. انت مين انت؟ لما بينبسطوا ان انا متضايق، فارجوكم راعوا مشاعري. انا مركب دعامه، يعني تعبان وحالتي صعب. يا رب كل السنه دي حصلت اشياء كانت مستحيله انها تحصل. بشار مشي. هنقول لك البقاء لله. انا وعدك ان شاء الله النهارده بمشيئه الرحمن هنقول لك يا عموره البقاء لله. محدش هيبارك لك، يعني نبارك لك ليه؟ مرعوبين، مش الجماهير بس، كله مرعوب. واوعى حد اللي بيقول لك انا 7 رجاله، احنا بصوا فريق الزمالك كامل ما فيهوش غير 2 بس، هم اللي فتوح وناصر ماهر بس. فتوح وناصر ماهر، وبيعيطوا وبيولولوا عشان ايه؟ احنا كسبنا. شفت؟ وانا ناقص لاعبين، القايمه ضايعه، كسبتك. خسرت، انا ما عنديش لعيبه. شغل زي التمهيد للحكم، ان الحكم دوت ازاي وبتاع ومش عارف ايه، ده حكم ضعيف. لا، الحكام بتوعنا انتوا هم ده كل الحكام اللي هم الدوليين ال3 الدوليين ما حكموش للزمالك في 13 مباراة غير مباراة واحدة. الدوليين، يعني انتوا لو بتدوروا على عدالة والتحكيم المحترم كنتوا تخلوهم يحكموا لكم. محكمين كم مباراة بقى للأهلي؟ 5 مباريات من ال13 مباراة. لكن انتوا جايبين لكم أمح وأبح وأكح أسامي ما نعرف لهاش بارد من حامي، وما نعرفش ده مين وده مين، ومحمد إبراهيم وحسنين وميدو سلامة وطارق مجدي وعيد طارق مجدي يطلع من الساحة يخش على الفار، ميدو يخش مش عارف عليه. هم شكرا لحضراتكم، وادعوا. كله بيقول يا رب ان شاء الله النهارده نحتفل بعد المباراة بمشيئتك يا رب. سلام عليكم.